السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتفرجوا اليوم في هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد على قناه اذواق نون. كما كتشوفوا في الصوره انا اليوم ان شاء الله اختاريت نقدم لكم واحد المشروب غني على التعريف اللي كيبغيه الكبير والصغير، الا وهو المشروب ديال رايبي بواحد المكونات جد بسيطه وفي المتناول. نقدروا نقدموه ان شاء الله على مائده الافطار او السحور. الا بغيتوا تعرفوا على الطريقه والمقادير تابعوني حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله اليوم لهذا الياغورت السائل او رايبي جميله، غنحتاجو ليه ان شاء الله. عندي هنا 1 لتر ديال الحليب، حليب بارد. عندي واحد 3 ديال المعالق ديال السكر، ما غاديش ندير السكر بزاف كما مولفه كندير. عندي دائما القياس يطرو، لا في اي لا ياغورت لا الرايب لا كندير فيه 6 ديال المعالق السكر. دابا هنا غندير غير 3 ديال المعالق، لان عندي هنايا السيرو ديال الرمان اللي كيكون حلو، يعني تقدروا تنقصوا كاع على هذه الكميه اللي كاينه هنايا. عندي واحد مشروب ديال اللي بالنكهه ديال الرمان. بالنسبه لهذا الحليب انا عندي هنا الحليب بارد. كان جاني واحد التساؤل من واحد الاخت فاش كنت درت الرايب ديال المحلبات، قالت لك اللي كيستعمل الحليب بحال دابا ديال البقر طبيعي واش ما يمكنش يدير نص خضر ونص واحد سخون واحد بارد؟ شنو خاصو يدير له؟ يعني غتقبطي هذاك الحليب، لا سواء درتي الحليب ديال البقر ولا الحليب ديال نيدو اللي كنخلطوه في الماء، لان اغلب الاخوات في رمضان كياخذوا داك الحك باش ما كيبقاوش غاديين جايين للحانوت، حيت الحليب كنستعملوه بزاف. يعني تقدروا ديروا هذاك الحليب وديروه فوق البوطه تخليوه حتى كيغلي، ومن بعد غنخليوه عاوتاني يولي بارد، عاد نقدروا نستعملوه. الا استعملتوا الحليب مجفف ولا استعملتوا الحليب ديال البقر. انا من هنا مستعمله غير الحليب العادي اللي كيكون في الكرتونه. غندوزو دابا الطريقه. كناخذ هذاك البنات هذاك يطرو ديال الحليب، غناخذ هنا نص يطرو قسمته نص، غنخليه بارد والنص غنديرو يغلي. غناخذ هذا السكر غنديرو معاه وغنديرو فوق البوطه نخليه يغلي باش كيذوب لي هذاك السكر. كما شفتوا البنات انا راني درت الحليب على البوطه ونقصتلو، ها هو بدا كيغلي. دابا غنطفي عليه غير كيغلي لنا داك الحليب البنات. كناخذوا هاد نص لتر ديال الحليب اللي بقى لنا بارد، غنضيفوا عليه هاد الياغورت اللي بالنكهه ديال الرمان. راه هذا العصير ديال الرمان كيجي في هاد الرايب، كيجي غزال، كيجي هاد المشروب هذا رائع البنات. دابا غنضيف السيرو. بالنسبه لهاد السيرو اللي قلت لكم كتضيفوا على حسب الرغبه. المهم انا كنضيف تقريبا واحد 5 ديال المعالق. كما كتشوفوا اللون ديالو كيولي وردي، ها هو بلا ما كنضيف الملون، يعني كنكتفي غير بهذا المذاق ديال السيرو. من بعد ما كيغلي لنا البنات الحليب كما كتشوفوا هو باقي سخون، غنضيفوا على هذا الحليب اللي بارد. كما قلت لكم راه الحليب الا كان ديال البقر يعني طازج غتشدوه وغتغليوه في المره الاولى، وغتجيو غديروا تخليوه حتى كيبرد، عاد ديروا هاد العمليه تخليوه تهزوا نص في البارد ونص. كما كتشوفوا دابا راه انا ضعف ليا الحجم ديالو، لان زدت عليه هاد الحك ديال الياغورت السائل بنكهه الرمان، وزدت تقريبا واحد نص كاس ديال هاد المشروب ديال الرمان. هاد البنات هاد المشروب تيقوني غتجربوه وغادي تردوا عليا الخبر. كيجي غزال البنات، كيجي نيت رايبي هاد المشروب ديال الرمان هو بكل التفاصيل ديالو، يعني ما كاينش شي اختلاف نهائيا. غندوز دابا ان شاء الله نحطو في البلاصه فاش نخليه يخمر. البنات خويت هاد الرايب ديالي المشروب ديالي انا خويته هنايا، وغنغطيه بالسلوفان. ما حدو باقي سخون غنخويه بهذاك الاناء فاش غنحتفظ به، وغندير له السلوفان ونغطيه مزيان باش نزمته مزيان باش يحتفظ بهذيك الحراره ديالو. غنعاود نغطيه ونعاود نغطيه حتى كي ما نحس بانه النفس ما بقاتش كتخرج ليه. من بعد ما غطيتوها البنات مزيان كما كتشوفوا راه ضبلت له السلوفان
3 ديال المرات باش كنتاكد بان كيحتفظ بالحراره ديالو. تقدروا ديروه في حمام ماء يكون سخون الا كنتو مزروبين به. انا دابا غندير له غير هكا، غندير حتى في وسط واحد البطانيه صغيره وغادي نغطي عليه مزيان وغادي نخليه في واحد القنيته ونخليه حتى كيخمر، يعني كنحس به عقاد. ديك الساعه غنوريكم ان شاء الله شنو غادي نديروا ليه. من بعد البنات مرب ليا هاد الياغورت السائل ديالي كما كتشوفوا. غنوريه لكم داز تقريبا واحد 4 ما بين 4 5 السوايع كما كتشوفوا. ها هو راه عاقد. غندير باش كتصفى الكاميرا شي شويه. كما كتشوفوا ها هو عقاد ليا. دابا انا غنشدو وغندخلو للثلاجه وغادي نخليه يبرد مزيان حتى كيبرد ليا. نوريكم تشوفوا. ها هو ندخلو للثلاجه. ها هو كما كتشوفوا البنات راه عاقد. غندخلو للثلاجه نخليه حتى كيبرد مزيان ونتلاقاو ان شاء الله باش غنوري لكم الطريقه كيفاش غنردو ان شاء الله رايبي سائل. من بعد ما بردنا البنات هاد الياغورت كيفاش ما كتشوفوا ها هو كيجي عاقد. دابا اللون ديالو راه ما كيبانش البنات بالوضوح كما كيبان لي انا. في الحقيقه راه كيبان غزال هاد الكولور غير بداك السيرو كما كتشوفوا. هو دابا باش غنردو ان شاء الله ياغورت سائل غنجيب واحد الفوي باش نخلطو. غناخذ واحد الفوي وغادي نخلطوا البنات بحال هكا. تقدروا تخلطوه نتوما في الخلاط الكهربائي. وحيت كما كتشوفوا كيجي عاقد بزاف انا غنزيد له هنايا شويش ديال الحليب بحال هكا باش غنحصل على واحد الياغورت اللي كيكون سائل. من بعد ما زدت عليه داك الحليب السائل ومسحنا داك الشيء اللي تزلع هنا كما كتشوفوا البنات كتبقاو تخلطوه نتوما كتضيفوا الحليب على حسب الكثافه اللي بغيتو. بطبيعه الحال الا كان عندكم الحليب ديال البقر عادي غتكونوا مغليينه ومخليينه يبرد لان هذاك ما كيصلحش تشربوه هكاك بلا ما يكون طايب. ها نتوما كما كتشوفوا البنات دابا كيجي لنا فهاديك الكثافه ديال هذاك الياغورت اللي كناخذو ديال الرمان. راه كيجي غزال البنات والله رائع. الا جربتوه ما غادي يعطوه لكم في شي حك ديالو نيت وما غاديش تيقوا بانه هذا مصايب في الدار. بطريقه بسيطه غنحطو ان شاء الله يبرد يكمل البروديه ديالو ونقطبوا لكم ان شاء الله في الكؤوس ديالو باش تشوفوه كيفاش كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال رايبي ديالنا البنات. كما كتشوفوا كيجي خاتر. شوفوا الاختياريه ديالو كما كنلقى لاصق في الكاس كيجي غزال والمذاق يا سلام. تمتعوا به الاسره ديالكم وانتم علاش لا مع الفطور ولا مع السحور كيجي رائع البنات. انا هذا ما كيخطانيش في رمضان دائما لا هو لا الرايب ضروري كيكون في الفطور ولا في السحور. كنتمنى الوصفه ديال اليوم البنات تكون عجباتكم. ولا عجباتكم كما العاده ما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناه. بارطاجيهم مع الاهل والاصدقاء. خليت لكم الراحه والهنا الى الملتقى ان شاء الله فيديو قادم. مع السلامه.